اللهم لك الحمد، لك الحمد إلهنا غفار الذنوب، مفرج الكروب، علام الغيوب، من بذكره تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحانه يا رب، منك سكون النفس إن سكنت، ومنك أمني وإيماني ومعتصمي، يا رب منك تباشيري وعافيتي، وفيك على كرب الكروب ملتزمي، لولاك ما قر لي سمع ولا بصر، ودون فضلك لا أرسو على قدمي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرب العظيم الرؤوف الرحيم، عظيم في خصاله وصفاته وأفعاله وقدرته وقوته، حليم بعطاياه وإحسانه وكرمه. يا رب لك الحمد أن جبيننا لم يسجد إلا لك، وأن يدينا لا ترفع إلا إليك، وأن توكلنا لا يكون إلا لك. فلك الحمد يا ربنا، ولك الشكر يا إلهنا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، النبي الكريم، أضاء الله به الظلمات وأنار الله به الكون، وضمن لنا صلى الله عليه وسلم سعادة الدنيا والآخرة. جاء الحبيب إلى الوجود يتيما، والكون في درب الضلال سقيما، فأنار للكون العليل ظلامه بشريعة لا تقبل التقسيما، فهي الشفاء لكل قلب موجع، ومزاجها بين الورى تسنيما. يا مؤمنين بأن أحمد مرسل، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ألهج اللهم ألسنتنا بالصلاة عليه، وأكرمنا بأن تعرض عليه صلاتنا صلى الله عليه وسلم وهو عنا راض، إذ تبلغه الملائكة من كل واحد منا باسمه واسم أبيه بأنه يصلي عليك يا رسول الله، فاجعل تبلغه ذلك وهو عنا راض، واجعل كثيرا ونكثر من الصلاة والسلام عليه حتى يسعد قلبه في قبره صلى الله عليه وسلم. كثرة صلاتنا وسلامنا عليه، إن الصلاة على النبي تجارة فاظفر بها تنجو من الكربات، صل عليه بكل يوم واستزد حتى تفوز بمثلها عشرات. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت وملء ما خلقت، عدد ما في الأرض والسماء وملء ما في الأرض والسماء. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحصى كتابك وملء ما أحصى كتابك، عدد كل شيء وملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد الشفع والوتر، وعدد كلمات الله التامات الطيبات المباركات. اللهم صل عليه عدد حسناته. اللهم صل عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أحثكم ونفسي على طاعة الله، أحذركم ونفسي عاقبة عصيان الله، أذكركم ونفسي بعظمة هذه الدقائق من كل يوم جمعة، دقائق عظيمة نتذكر فيها الأمانة التي وضعت على كاهلنا، لم تستطع حملها الجبال ولا السماوات ولا الأرضون، حملناها نحن بني آدم، فطوبى لمن حمل تلك الأمانة، وهي التكاليف، فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عز وجل. وتأتي الجمعة لتذكرنا بهذا، أننا جئنا
نأكل لنعيش ولا نعيش لنأكل، جئنا من أجل أداء مهمة لا بد أن نكون خلفاء الله عز وجل في أرضه. فما أجمل هذه الدقائق التي توقظنا من غفلتنا، تبين لنا واجباتنا تجاه ربنا، تجاه أنفسنا، تجاه أسرتنا، تجاه أولادنا، حتى نلقى الله عز وجل ولسنا بالغافلين. إنما نحن من الذين تذكروا وعرفوا ما أمر الله ثم طبقوا ذلك في حياتهم، لكن الإنسان يحتاج إلى تذكير. إن الذكرى تنفع المؤمنين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد أيها الإخوة الأحبة، أيها المؤمنون الأكارم، أحباب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، في يوم السبت الماضي كنا في هذا المجلس المبارك، وما زلت أشعر بسعادة منذ جلست من يوم السبت إلى يومي هذا بذلك المنظر الرائع الرائق وتلك الجلسة الجميلة التي رأينا فيها أولاد هذا المسجد وطلابه وهم يعرضون بعض ما حفظوه من القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعض شعارات الدين وأناشيده الطيبة، عرضوه أمام أساتذتهم وأمام الضيوف وأمام الآباء والأمهات وأمام إدارة المسجد. فيشعر الإنسان أن هؤلاء الذين هم بعد 10 سنوات هم شباب هذا البلد، هم شباب هذا المسجد، هم شباب هذا الدين في هذا البلد. فيشعر الإنسان أن الله أكرم هذه الأسر بهذه الفرص العظيمة، أن هناك مساجد تحتضنهم، أن هناك معلمين يدرسونهم، أن هناك اهتمام من آباء وأمهات وإدارة تأخذ بأيديهم إلى أن يحفظوا كتاب الله، أن يعرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتعرفوا أمور دينهم، أن يعرفوا الطهارة والوضوء والصلاة وصيام رمضان، ويعرفوا اللغة العربية ويتعلموا أصول ذلك. لكن ما لفت انتباهي أيها الأحبة هو الجندي المجهول الذي لا يظهر على الساحة، لكنه ليس مجهولا عند الله، والله عز وجل لم ينسه أبدا. إنها الأم التي لا تحضر خطبة الجمعة كما يحضرها الآباء، والتي لا تحضر كثيرا تكريم أبنائها وأمهاتها، فهي من وراء كل طفل ومن وراء كل شاب ومن وراء كل بنت اهتمامها عظيم ودورها كبير، لكن دائما نبارك للأب تفوق ابنه. قد لا نلتقي ولا نكرم الأم ولا حتى نأخذ صورة مع الأم، إنما مع الأب، وأيضا والدفع يكون من الأب وغيرها، فالذي على الواجهة هو الأب ودوره كبير. لكن الجندي المجهول الذي لا ينبغي أن ينسى هو دوره هي تلك الأم المهتمة التي مع انشغالها في بيتها ومع انشغالها في عملها ومع انشغالها في أمر زوجها وفي أمر نفسها لا تنسى واجباتها أمام دينها وأمام تعليم أبنائها ولا بناتها، وتحرص على ذلك. هي التي تسألهم إذا رجعوا إلى البيت: شو أخذتوا في المسجد؟ عن أي سورة حفظتم؟ ما هي السورة التي تدربتم عليها؟ هي التي تهتم بتجهيز أمورهم، فجهدها مشكور عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان في الواقع لا يذكر دورها كثيرا، لكن في الحقيقة هي الأساس. الإمام الشافعي ربته أم، والإمام مالك ربته أم، كل الذين لهم دور كبير كانت الأم لها دور كبير عليهم. لذلك نحن دائما في خطبة الجمعة نخاطب الرجال: أيها الرجال، ونأتي إلى الرجال لنكون لهم من الموصين ونذكر لهم الأحاديث العظيمة. لكن اسمحوا لي اليوم أن أجعلكم عبارة عن ساعي بريد
توصلون لزوجتك إن كنت متزوجا، لأمك، لأختك، لابنتك، أن ترسل لهم هذه الرسالة، أن الخطبة كانت عنكم أيتها النساء. الله عز وجل لم ينسكم في قرآنه، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ينسكم في تشجيعه وفي الحث عليه وفي فضلكم. ويكفي في ذلك أن سورة في القرآن الكريم اسمها سورة النساء، بينما لا يوجد باسم الرجال سورة خاصة بها. الله سبحانه وتعالى ذكر سورة باسم مريم عليه السلام وهي من جنسكم، فالله عز وجل لم ينس ذكر ذلك في القرآن الكريم، بل لما شعرت إحدى الصحابيات بأنه لم يذكر اسمهن صراحة في القرآن أنزل الله في ذلك استجابة لامرأة هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها. يذكر الإمام الواحدي في كتابه أسباب النزول، جاءت أسماء بنت عميس وهي زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت في الحبشة، فلما رجعت إلى المدينة المنورة مع زوجها فورا جاءت إلى النساء: هل ذكرنا الله في القرآن؟ هل نزل فينا شيء من القرآن؟ فالنساء نظروا: يا أيها الذين آمنوا، ما في يا أيها المؤمنات، فقالوا ما نزل شيء خاص فينا حتى يكون الخطاب إلينا خاصة، لكن انظروا همتها: هل أنزل الله فينا شيء حتى نعمل ونطبق ولا ننسى من ذلك شيئا؟ فالنساء التي حواليهن قالت: ما نزل. فجاءت أسماء بنت عميس إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن النساء لفي خيبة وخسارة. هكذا تقول صراحة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما ذلك؟ منين وصلت إلى هذه النتيجة وهي كما قلت لا تريد أن تعترض، وليست معترضة على أنه يذكر الرجال ولا يذكر النساء؟ هي تقول: ليس علينا أوامر خاصة، أريد أن أعرف ما يريد الله مني لأطبقها، أريد أن يذكرني الله خصوصا وينبهني خصوصا، تريد الأمر لتنفذ، لا تريد فقط تعترض. إن النساء لفي خيبة وخسار يا رسول الله. فقال: مما ذلك يا أسماء؟ فقالت: إن الله لم يذكرنا كما يذكر الرجال، ما في آيات خاصة فيها، فنخاف أن لا يكرمنا الله كما يكرم الرجال، نخاف أن حسناتنا ستكون أقل من حسنات الرجال. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا سيجيب؟ وأكثر الآيات فعلا النداء فيها للرجال، لكن المخاطب الكل، لكن خطب الرجال. وإذ بسيدنا جبريل عليه السلام ينزل بآية عظيمة من سورة الأحزاب أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جاء الجواب: سمع الله نداءها وأنزل فيها قرآنا عظيما، أن الأجر أنتم فيه متساوون بل متسابقون. وكم من النساء سبقت الرجال بالعمل بالعبادة بالطاعة لله سبحانه وتعالى، فليس للرجل فضل كرجل على المرأة، بل قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فليست الرجولة بحد ذاتها تقدم الإنسان ليكون في الأول، إنما العمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاءت مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تزيد من الخير، هذه الغيرة الطيبة، الغيرة التي معناها أن أبحث عن العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عني. فمن وقت هذه الكلمة سميت خطيبة النساء أسماء بنت عميس رضي الله عنها. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أنا وافدة النساء إليك،
وإني رسول من ورائي من النساء كلهن يقولن مثل قولي ويرين مثل رأيي. ما الأمر يا أسماء؟ قالت إن الله بعثك إلى الرجال والنساء كافة. نعم، فآمنا بك أي كما آمن الرجال وصدقناك، لكن إنا معاشر النساء مقصورات مخدرات، قواعد بيوت، يعني نبقى في بيوتنا، مواضع شهوات الرجال، حاملات الأولاد. وإن الرجال فضلوا بالجمع والجماعات وعيادة المريض وشهود الجنائز والجهاد في سبيل الله. وإذا خرجوا إلى الجهاد مثلا حفظنا لهم أموالهم وربينا لهم أولادهم وغزلنا لهم أثوابهم. أفنشاركهم في الأجر؟ إذا ما مقصدها أنه أين أجرنا؟ أين الحسنات التي نريد أن نكسبها نحن إذ نجهزهم لكل هذه الأعمال؟ أن نشاركهم في الأجر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتا إلى الصحابة فقال: أترون امرأة أحسن مقالة من هذه المرأة؟ في أجمل من هذا السؤال الذي يبين المسابقة في الخير والمبادرة على العمل الصالح؟ فقال الصحابة رضوان الله: والله ما رأينا امرأة تهتدي إلى ما اهتدت هذه المرأة إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء اعلمي انصرفي وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل أحدكن لزوجها وموافقتها لرأيه وطلبها لرضاه يعدل ما ذكرت للرجال. يعدل الجمع والجماعات، ويعدل شهود الجنائز، ويعدل عيادة المريض، أنك تشجعيه على هذا الخير وتجهزي له بيته ليستطيع أن يقوم بتلك الواجبات. فانظري أختي المسلمة كيف أنك ما يعمل زوجك من خير إلا شاركته في الأجر، بشرط أن تكوني مشجعة له على الخير لا مثبطة، وأن تذكريه بالخير إن نسي. اعلمي كما ذكرت وقد ألقيت كلمة في الأمهات والآباء، وقرأ أبناؤنا في هذا المكان سورة الشمس وحفظوها ما شاء الله قراءة جميلة جدا صحيحة بحفظ متقن. فقلت كم مرة يعني ممكن أن هذا الأولاد قرأوا سورة الشمس حتى حفظوها كلها؟ كم يعدل أن الولد يحتاج أن يقرأ سورة الشمس مثلا لكي يحفظها؟ يعني أقل ما يمكن 50 مرة أو أكثر، لأنه يكررها. والآن حفظها، هل يكفي؟ لابد أن يبقى يراجعها. كل حرف سيأخذ هذا الولد في المراجعة والقراءة والتكرار 10 حسنات. الأم ستأخذ نفس هذا الأجر، والأب المشجع سيأخذ نفس هذا الأجر. قد تكون أنت في عملك والملائكة تكتب حسنات، قد تكونين أختي المسلمة أنت في مطبخك والملائكة تكتب حسنات. ابنك الذي يقرأ في المسجد القرآن ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل كلمة صلى الله عليه وسلم في 40 حسنة، 40 فضل، 10 حسنات تكتب، 10 رحمات تنزل، 10 سيئات تغفر، 10 درجات ترفع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما يحفظ الحديث إلا أقل شيء بده يقوله 20 مرة. فكم من الأجر يقول الولد والأجر لأبيه وأمه، يقول ويحفظ الحرف من القرآن والأجر لأبيه وأمه. فانظروا إلى عظم هذا الأجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سألت أسماء هذا السؤال: أفنشاركهم في الأجر؟ نعم، لكن بشرط أن تكوني مشجعة له في هذا الخير. يعني هو رايح على الجامع أختي المسلمة، تقولي لزوجك أخذت معك 5 يورو مشان تتبرع للمسجد، 2 يورو، 1 يورو، أنت رايح على الجامع لابد تحط شيء في الصندوق. لما يروح على المسجد ذكري قرأت اليوم سورة الكهف، هو سيقرأ والأجر لك. ذكرتيه وشجعتيه على الخير. عندما تقول لك زوجتك، والآن الخطاب للزوجة، عندما تقول لك اليوم في دفن في المقبرة الإسلامية، نزل على مجموعة الوفيات، وفيات فيينا والنمسا اللي ما في إنسان نعلمه إلا بننزل على الصفحة حتى نشارك.
لا يعقل أن يكون مسلم في فيينا يتوفى ما يكون عدد المشيعين له 10. نخجل والله عندما يكون أحيانا 20 واحد بس اللي عم يشيعوا إنسان وهو ينزل أباه أو أمه أو أخاه أو قريبه. ما في 10 مسلمين من بين عدد كبير من المسلمين موجود، من كبار السن، من الذين ما عندهم عمل، من الذين ما عندهم شغل. فأنت أختي المسلمة لما تقولي لا جوزك يلا اليوم في دفن لا تضيعوا الساعة 2:30 الساعة 10، كم ينال الإنسان أجر دفن الموتى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حضر جنازة حتى يصلى عليها له قيراط، ومن حضرها حتى تدفن له قيراطان أصغرهما كجبل أحد. من كان مصدقا للحبيب صلى الله عليه وسلم، وكلنا ذلك إن شاء الله. جبل أحد طوله 7 كيلومتر وعرضه 3 كيلومتر، ارتفاعه 1200 متر، إلى الآن موجود. من زار مكة، من زار المدينة، ومن ذهب إلى عمرة أو ذهب إلى الحج سيرى جبل أحد 7 كيلومتر. تريد حسنات بعدد حجرات هذا الجبل؟ أحضر جنازة، صلي عليها، ثم اجلس لتدفنها، لك جبلاء أحد. تخيل هذا الأجر العظيم. طب المرأة في البيت مسكينة ما بدها تروح، يعني لا غير مطلوبة تذهب. لما تقول لزوجها دير بالك، بعثت له رسالة بعد ساعة هناك في دفن، اكسب هذا الأجر. تخيل أن جبلا لك وجبل لها، جبلين لك وجبلين لها، تشاركها. هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر: الدال على الخير كفاعله. لا تقولي أختي بأنه أنا ما أحضر الجنازة ما لي أجر كجبل أحد. حثي زوجك، حثي ابنك، ذكري الناس، ذكري أخاك، ذكري عن كل واحد، ستكسبين هذا الأجر العظيم، لأن حرصك كحرص أسماء. أفنشاركهم يا رسول الله في الأجر؟ أتريد أن يصلي عليك 70,000 ملك يدعون لك اللهم اغفر له، اللهم ارحمه؟ لما يأتي أحدنا ويحسن الظن بالشيخ يقول يا شيخ ادعي لي. طب شو رأيك تخلي الملائكة تدعي لك؟ والله أحسن من الشيخ. ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شيخ عنده ذنوب، عنده خطايا، غير معصوم، الملائكة تدعو لك بالمغفرة والرحمة. كيف أنال ذلك يا رسول الله؟ من زار مريضا صباحا أو غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. مو 70 ملك ولا 700 ولا 7,000، 70,000 ملك لزيارة مريض، سواء عرفت أم لم تعرف. تعرفوا شخصية لا والله سمعت في مريض في المشفى، في مريض سرطان، في مريض فلان، أنا رايح أزوره، في 70,000 ملك سيدعون لي بالمغفرة والرحمة. وكم نحتاج إلى المغفرة للذنوب والرحمة بتفريج كل كروبنا. طب المرأة تقول والله أنا ما حلوة أنا أروح أزور. قولي لزوجك سمعت أنه في مريض في المشفى، فلان مريض من أقاربنا، فلان مريض، حثيه ولو هو جاي على البيت. عندما تشجعيه على ذلك ويذهب فأبشري، 70,000 ملك له و70,000 ملك لك. كما قالت أسماء: أفنشاركهم يا رسول الله في الأجر؟ نعم تشاركينهم في الأجر إن شاء الله. في البيت أختي، نحن في بيوتنا الآن حرمنا من أن نسمع الأذان من المساجد وفي المكبرات، لكن لم نحرم أن نسمعه من أفواه أبنائنا. إخواني والله مخطئ مخطئ مخطئ، وأنا يعني قللت كلمة مخطئ، من لا يؤذن في بيته 5 مرات في اليوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمع الشيطان صوت المؤذن هرب وفر وله ضراب. لم يخجل النبي عليه الصلاة والسلام إذ يذكرها. فنحن في بيتنا الله أكبر، لا إقامة ولا أذان، فكيف ذلك؟ ما يكتفى بأذان الجوال، ما يكتفى بأذان ساعة الأذان. هذا جيد أن تسمعها لا إرادي، لكن هي تذكرك لتؤذن أنت، وأذن وأنت تمشي على غرف البيت كلها حتى تطرد الشيطان من كلها. امشي صلاة الفجر، الصلاة خير من النوم، وأنت تؤذن في الكل. لا تنسى فضل الأذان، ولا تحرم أبنائك أن يسمعوا منك، أو تقول لأحد أولادك يلا اليوم أنت أذن. والمرة الثانية، المرأة أنت أختي قولي لزوجك اسمعنا الأذان، ليس لجمال الصوت، إنما لطرد الشيطان، لنزول الرحمة.
لأن أجر الأذان عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن المؤذن فسمع صوته إنس أو جن أو شيء، يعني الكرسي، كنباية، الطاولة رح تجي تشهد لابنك أنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا تحرمي أختي المسلمة بيتك من الأذان ليطرد الشيطان. لا تحرمي في يوم الجمعة أن تقول لأولادك: يلا أنت اليوم قرأت سورة الكهف، فهو يؤذن والثواب لك، زوجك يؤذن والأجر لك. لا تحرمي أختي المسلمة نفسك من صلاة الجماعة. صلاة الجماعة هي الأجر العظيم. في صلاة الظهر 4 ركعات تريدها 108 فقط يكون معك واحد، الأجر عظيم. هذه العروض الإلهية العظيمة يا إخواني ينبغي أن لا نتركها. تلاقي في البيت الأب يصلي لحاله، الأم لحالها، الأولاد كل واحد يصلي لحاله. والله هذا من الخيبة ومن الخذلان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. تخيل صلي ركعتين الفجر لحالك، ركعتين صليهم جماعة 54، الظهر 4، جماعة 108. لماذا نحرم هذا الأجر؟ فإذا أنت أختي المسلمة تقول لابنك: يلا نصلي جماعة، حتى لو 2، أقل الجماعة في اللغة العربية 3، إلا في صلاة الجماعة تفضل من الله عز وجل وإكرام لهذه الأمة 2. يعني أنت وابنك صغير، هي جماعة، ما بيصير تصلي الواحد لحاله، حتى لو عندك عمل يؤخر، حتى لو عندك شغل يؤجل، لكن لا تترك صلاة الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من 3 لا تقام في بدو ولا حضر، لا تقام فيهم صلاة جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والآن نعرف لماذا كثرة المشاكل في الأسر وكثرة وجود الشيطان. الشيطان إبليس لعنه الله في البحر على كرسيه يجلس ويقول: من يفعل اليوم؟ فأحدهم يقول: أنا سأفسد بين الإنسان وزوجته، بين الإنسان وأولاده. هو يأتي إليك ليلبس التاج، فأنت ينبغي أن تطرده من بيتك. صلاة الجماعة بالأذان، بقراءة القرآن الكريم، بكثرة سماع القرآن. وهنا أوصيك أختي أن يكون القرآن دائما في البيت. عندنا مشكلة أيها الأحبة، أحيانا يأتي الشيطان بصيغة الدين فيمنعنا من الخير. أنت نايم ما في مشكلة أن يبقى القرآن يقرأ. بعضنا يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يا أخي ارجع إلى سبب نزول هذه الآية. هاي فقط في الصلاة، هاي فقط في الصلاة، أنك أنت عم تصلي والإمام يقرأ، لا تقرأ. أما في البيت خلي القرآن دائما، حتى إذا طلعت من البيت خلي القرآن شغال. إذا سمعتم كلمة أو مقطع فيديو لأحد أئمة الحرم يقول: أبدا ما في أي مشكلة، تطلع من البيت تسافر 4-5 أيام والقرآن خليه شغال. حتى لو كان هو الأفضل أن تقرأ أنت وأن تقرأ هي وأن يقرأ الولد، لكن إذا كنت تريد أن يكون بيتك محصنا اجعله يقرأ من أي وسيلة، وإن كان أضعف الإيمان هذا، لكن الأفضل أن أنت تقرأي، زوجك يقرأ، ابنك يقرأ. طب ما حدا عم يقرأ، كل واحد مشغول بحاله، معلش اجعليه يقرأ، ما تقول لا أقف القرآن أو ما نتكلم. نحن بحاجة إلى تحصين بيوتنا من الحسد، من السحر، من الجن، من الشياطين، من الإفساد. فأنت أختي هذه هي مهمتك بالتذكير، فلا يقرأ ابنك شيء من القرآن إلا في صحيفتك. فهنيئا لك هذا الأجر وهنيئا لك هذا الثواب. ما تقولي والله أنا ماني شاعر أنه إلي أجر. لا يقرأ ابنك أو زوجك وأنت تشجعيهم على هذا الخير إلا شاركتهم في ذلك الأجر والثواب. وما تقولي أنا لما بجلي الجليات هذول ببلاش. أحسن النية، والله لك أجر في ذلك. الطبخات ما تحسي إنه والله لا أنا عم بطبخ إجباري. تخيلي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لا تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في زوجتك. فنحن لما نقرأ الحديث الكلام كله أجرت زوجتك. طب المعنى الثاني أجرتي في فم زوجك، هذا ما له أجر؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أجرت، معنى النساء إذا هي عم تطبخ وعم هذا الطعام كله عم يروح في فم زوجها وفم الأولاد ما لها أجر؟ هو بس إذا أنفق وراح جاب الخضروات له أجر.
وإذا هو كمان دللها بيده وأطعمها له أجر. طب هي اللي عم تطبخ الطبخة كلها، بحبة الرز لك أجر، بس استحضر النية، استحضر النية أني أقوم بذلك ولي أجر في هذا. وأنت عم تطبخي، عم تقرأي القرآن أو تسمعي قرآن أو تذكري الله عز وجل، وأنت عم تجري وأنت عم تغسلي وأنت تنظفين البيت، استحضري أن هذا أجر من الله سبحانه وتعالى. الشيخ سعيد البرهاني في دمشق كان إذا، وهو شيخنا الشيخ هشام درسنا، كان يتكلم عن أبيه يقول: كانت إذا أمي في مشكلة بينها وبين الزوج ما بيرضى يأكل من الأكل، فيقول له: يا ابني ليش ما عم تاكل؟ يقول: حتى ترضى ست النساء. كان هكذا يدلعها. قالوا: ليش يعني؟ إذا ما رضيت خلص، هي طبخت والأكل موجود بدي آكل، رضيت ولا ما رضيت؟ قل لا، قل هو على المذهب الذي يقول إن المرأة غير مكلفة بالطبخ، فهي الآن إذ هي غير مكلفة ما بيجوز آكل إلا برضاها، فيا تجي ترضى عليه حتى آكل منها. تخيلوا إلى هذه الدرجة. فنحن قد يكون هناك مذهب لا، هي لأن مثيلاتها يطبخون، هي تطبخ، لكن كل ذلك في صحيفتها. تخيل كل لقمة نأكلها في إفطار وغداء وعشاء، تخيل كل تنظيف لها. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو ينظف بيته ابتغاء الأجر والثواب، فتخيل كم الأجر والثواب لها. حتى الصدقة، أنت تتصدق وهي مشاركة في ثوابك، أنت تكفل اليتيم، هي أيضا مشاركة لك في الثواب والأجر. فهنيئا لك أختي المسلمة أنك تعملين، والله عز وجل يذكرك بالخير، فشدي الهمة أن تدلي زوجك وأولادك على الخير، وأن تحتسبي ذلك عند الله سبحانه وتعالى حتى نكون شركاء في الأجر والثواب. اللهم اجعلها كذلك. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة، كما علمتم وتعلمون أن اليوم أبناؤنا استلموا شهاداتهم، استلموا جلاءاتهم، استلموا علاماتهم. نبارك لكل من نجح ومن أتقن وتفوق، ونبارك لأبيه وأمه بهذا الإنجاز العظيم. والآن جاءتنا فرصة كبيرة جدا وعظيمة جدا في الشهر السابع والشهر الثامن لهذه العطلة الصيفية، لكي نغتنم بعض أوقاتها في تعلمنا للقرآن الكريم واللغة العربية والأخلاق والآداب وتعلم الدين، فهي فرصة عظيمة. الآن الدورات الصيفية كلها تبدأ، فلا تحرم نفسك ولا أولادك من هذا الخير. لا يأتي الشيطان إليهم ويقول: لا هي عطلة، خليني مرتاح، ما بدي شيء. من الذي يقول لك انك راح تدرس 4 ساعات؟ هي ساعة مثلا يوم السبت، ساعة يوم الاثنين، ساعة يوم الأحد. من 24 ساعة أعطي لربك ساعتين، ساعة واحدة. وعطي في الأسبوع الكامل 160 ساعة، أعطي ربك 3 ساعات. هذه فرصة، ما في تدريس، ما في مدرسة، أن تزور بيت الله، أن تزور المركز، أن تتعلم كتاب الله، أن تتعلم، تؤدي واجبك أيها الأب أيتها الأم في شحن أولادنا بالعلم والمعرفة. دائما أقنعوهم بالأسلوب، أنه أنا عندي 24 ساعة راح آخذ ساعة. طب أنا أغلب المساجد الآن يومين في الأسبوع، 3 أيام في الأسبوع، بمعنى 3 أيام يعني 6 ساعات في 160 ساعة. بعدها العب بجوالك، بعدها اذهب إلى حديقتك، إلى ناديك، تجد الوقت المناسب لك في المساجد وفي المراكز. لا تضيعوا فرصة العطلة الصيفية لتعلم شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذه فرصة عظيمة.